السلام عليكم، مرحبا بكم محبباتي في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم راح نحكيو فيه على الادخار توجور، لكن راح يخص فئة معينة، الناس اللي تكون شهريتها قليلة. قبل ما نبدأ الفيديو نشكركم بيان سور على كل كلمة قلتها في حقي، نشكركم على الدعاء تاعكم ليا، فرحتوني، ربي يفرح قلوبكم كما فرحتوني. نحب نفهمكم البنات الهدف من الادخار تاعنا، او ماهوش دراهم. افهموني، الناس اللي تدخل واللي يقول لي هذه ما تشريش هك وهذه ما تشريش هك وهذه ما تشريش هك، اي ماهيش دراهم. الهدف من عندنا احنا ان نديروا في هذه التقسيمات ونحاولوا نحاولوا. الهدف انك ترتاحي ماديا. مش معناها ترتاحي ماديا، مش معناها راح تدخلي في الشهر 40 مليون. نتمنى ان شاء الله كلنا ندخلوا 40 و 50 مليون في الشهر، ما ترتاحي ماديا مش معناها تتخلصي من هذيك الفكره تاع انك ديما في دوره ما حبيتش تفض. اني ما لقيتش باش نشري هذيك، هاي لا رونتري، اني ما لقيتش باش نشري موبل، اني ما لقيتش باش نعمل هذه، اني ديما اون بان. نعطيك اكزامبل. انت درك انسانه تخلصي اون باي لو بروميير، انت لا باي تاعك تفض لو 20 من لو 20 البروميير ديما اون بان، ديما تسلفي. الهدف الاول هنا باش تدخلي في الراحه، ليتاب الاولى انك لاباي تاعك تولي من البروميير تفضلك البروميير. سي بون، نهار اللي تدخل لاباي تفض، هذه ستون ايتاب، هذه في الاول، هذا مرحله من مراحل الراحه. ثم ترتاحي، ما عادش نسلف ال10 ايام هذوكا، هاي لاباي تاعي قاعده، تعاودي التقسيم تاعك، هذه راحه. نحكي لك اكزامبل تاع الراحه. اكزامبل اخر، مثلا احنا في المناسبات عندنا العيد، عندنا رمضان، عندنا ما شاء الله عندنا مناسبات دينيه ومناسبات وطنيه ومناسبات عائليه. هذه المناسبات اولي باش تبقي كل رونتري ولا كل رمضان ولا كل عيد وانت تخمي، هنا تعملي لها اون سوم كيما نديرو كل في التحديات وترتاحي. هنا ندخلوا في الراحه. فهمتوني البنات؟ الهدف من الادخار ماهوش دراهم برك، انك تسيري روحك وترتاحي. تفهمنا؟ وقلت لكم في فيديو اخر، كنتي انت انسانه تسلفي وداخله في هذاك السيركل فيسيو شاك فوا بس ما كيش قلقه تشوفي فيها عادي. كملي في حياتك، ارتاحي. ليسونسيال الانسان يكون مع روحه مرتاح. انا نحكي مع الناس اللي لاقيه روحها وش قلقه من روحها، حابه ترتاح وحابه تربح في العفاير. اوكي، هذه الاولى. الان راح نمر الفيديو تاعنا اللي يحكي على المراه اللي تدي 15% سواء بري امبلوا ولا تكون عندها بطاله. جماعه البطاله المتزوجين جينيرالمون يكون عندهم مصاريف، ودرك عندكم بريسك 2 ولا اكثر وانتم تبدوا في البطاله، تقعدي ورقه وستيل وتكتبي واش درتي بها. هذه الاولى. الثانيه، كاين دو كا. نحكي مع المتزوجه، الكا الاول اللي الزوج تاعها متفاهم هو وياها، والكا الثاني اللي الزوج تاعها شويه صعيب والدراهم عنده مشكله معاه. الكا الاول، لكن زوجك متفاهمه انت وياه، راح تتفاهموا على اون سوم، سواء كيما تشوفي في الطابلو، سواء تحطي 500 برك لكن زوجك قليل لابي تاعو مش لاحق، ولا تحطها كامله لكن زوجك قادر يكفي المصاريف. تخباها كامله، يا اما كان كنتوا ما شاء الله ما تسحقوهاش خلاها استثمار مالي، ولا الامل المالي اللي حكينا عليه، ديري صح الامل المالي تاعك ومن بعد ادخلي في الاستثمار اللي هو تشري ذهب او تعملي بروجي. اوكي، درك نعطيكم بلوز دي ديتاي. لا دوزيام، انك تكوني مرأة زوجك صعيب. مش معناها زوجك صعيب مارك في الصوارد شوي، يحب كلش تحته، يحب كلش تحت يده، يحب هو اللي يفهم كلش. هنا شتي طابلو اللي قاعده تشوفي فيه هذا 500,000، تخباها وواحد ما عم بالو بها. بالنسبه للزوج الصعيبه اللي ما راح يدير لك والو، قولي لي انت ال500 هذه و6 ملايين واش راح نديروا بها؟ ديما نقول لكم فركتوا في الانترنت تلقوا قصص حقيقيه جزائريه. خلينا المجتمع تاعنا ناس بدات ب 200,000 لازم تبداي. فهمتوني؟ 6 ملايين قاعده ديري بها فورماسيون تاع كات وقاعده تشري بها الكويزينيير او ميم طون. فهمتوني؟ اسمعوني مليح، جامي نقول لكم ديما عندي جمله شهيره، جامي تحقري دراهمين. بالنسبه للمراه اللي راح تخبي 15% كامله ما شاء الله، راح توصل لها 18 مليون 36 مليون من بعد بالعام. قادره واحد، اول حاجه نقول لكم البنات، جامي انسان ما عندوش امان مالي، معناها ما عندكش عند راسك لو كان حتى 5 ملايين وتروحي تشيلي الموبل والالكتروميناجي. غلطه. حتى الذهب غلطه، لانك تعود عندك 5 ملايين وصرت لك كابج
سيبوزا جامعة بعيد شر مثلا صارت لك مثلا طاح ولدك ولا طحتي تكسرتي وعندك فوندردي ما عندكش من تجبدي سوارد، لازم سوارد عند راسك. راح تروحي تفركتي عساغي تبيعي عنده خاتم باش يعطيك لاسون ميديكا وباش تروحي تداوي باها، ما كانش مانع. نبدو بالامان المالي، عيني عند راسك. لو كنتي راح ديري بروجي ابداي يزي من ما لقيتش، او واحد ما راح يجي يهزكم، افهموا ديما نقولها لكم، واحد ما راح يجي يطبطب عليك ويقولك روح يخرجك من الهم اللي انت فيه. فهمتوني؟ الفرصه تاع البطاله اي لا تعوض. قاعدين في الدار وتخلصوا. وقلت لكم باللي انتم راكم خير من حتى المراه اللي تخدم. وعلاه؟ لانها اللي تخدم عندها مصاريف زايده. يا ربي تخرج هذيك ال 15 نات. تفهمنا؟ هاو ديك 6 ملايين ادي لو مينيموم حتى اللي كنتي قادره انك تصرفي على دارك، لازم انك تخلي 500 هذه ابداي بها مشروع، غيري بها شويه حياتك. تفهمنا؟ ما نبقوش نجرو غير على كروشنا كما نقولها، الاكل والشرب والشيفون، لا. فهمتوني؟ لازم نكملوا ولازم نجتهدوا. تفهمنا؟ كونوا فحولة وكونوا فحلات وديروا الراي. اوكي، نتمنى لا فيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك، اللايك لعجبكم لا فيديو، البارتاج، ودعائكم. ثاني البنات حاجه اخرى، رايكم يهمني. كل انسان عنده طريقه ولا عنده حاجه نجح بها اكتبوها لي، ما تبخلوش علينا في الكومنتير وانا نبارطاجاها مع البنات. تفهمنا؟ لازم تعملوا الراي. احنا بكري نقولوا نعملوا الراي والصد. نشكركم جدا ونتمنى فيديو يلقى استحسانكم. ما تنسونيش بآراء.